عيب عليك لما تكون فيديو اديتور ولسه مش عارف تعمل ليكويد جلاس انيميشن. تعال اعرفك ازاي نعمله باسهل طريقه وفي اقل من دقيقتين. اول حاجه هترسم الشكل بتاعك باداه الراوند ريكتانجل تول، وتفتح ريكتانجل باس تعمل كي فريم على السايز والبوزيشن والراوندز. هتسابق الكي فريمات شويه قدام وتروح عند نقطه البدايه تصغر السكيل وتنزل الشيب بتاعك لتحت، وتاخد كل كي فريم فيهم وتعمل له باونس لوحده، وتعدل الكي فريمات بالشكل ده عشان يطلع معاك الانيميشن زي كده. وكده احنا عملنا انيميشن. يلا نطبق عليه الليكويد جلاس. هتعمل دوبليكيت لللاير بتاعك نسختين، وتروح على اول نسخه تضيف عليها انر جلو وتغير اللون الابيض والبلندنج مود نورمال والاوباسيتي 100 والسايز 40. بعد كده هتروح على تاني لاير هتضيف عليه الافكتات اللي قدامك دي. اول حاجه برايتنس اند كونتراست والجاشن بلور وترانسفورم وديسبيسمنت ماب. تروح عند البرايتنس تخليها 50 والكونتراست سالب 100، وتنزل على البلوريتنس تخليها 65 والسكيل 120. تروح على الديسبيسمنت ماب تروح على الاختيار ده وتختار شيب 3، ومن هنا تختار افكتس اند ماسك وتفعل للشيب خاصيه الادجستمنت لاير بحيث الشيب نفسه يختفي بس الافكتات اللي عليه تظهر في نفس الاطار بتاع الشيب. تروح على اول لاير عملناه تقفل الفيل وتفعل الستروك تخلي نسبته 1.2، واخر خطوه تروح تخفي شيب 3 هتلاقيه ظهر معاك بالشكل ده. وفي الاخر تفعل موشن بلور على كل العناصر، وبكده تكون عملت ليكويد جلاس تقدر تتحكم فيه زي ما انت عايز وفي الانيميشن بتاعه وتضيف عليه اللي انت حابه. سيب كومنت بكلمه انيميشن وابعت لك البريسيت جاهز.